جرب أن تحب. حب، أحب، هي حب. دقيقة، نحن العرب شوهنا كلمة الحب إلا من رحم ربك. حب، حب نفسك، حب زوجتك، حب عيالك، حب سيارتك، حب بيتك، حب الشجرة التي تزرعها، حب العصفور الذي تربيه في المنزل. حب، جرب أن تحب، لا بأس. لهذا جرب أن تحب كل من يحيط بك، ستجد أنه سيبادلك الشعور. نحن هل جربنا أن نبادل الحب أم نبادل الكراهية؟ أصبحنا إذا جلسنا في مجلس، يا شيخ لا تتكلم مع فلان، لماذا؟ هذا يأخذ الكلام وكذا، فأبادله الكراهية مباشرة لا شعوريا رغم أني لم أتعامل معه. هكذا نحن، أنا أحبك وأكرهك لا بحسب تصرفك بل بحسب ما سمعت عنك. هكذا أصبحنا. إذا أنت مشاعرك يسيطر عليها الناس، ومن سيطر الناس على مشاعره سيسيطرون على عقله. لهذا قلت لك لا تدخل في أجواء الناس، اجعل مملكة نفسك أنت الذي تحكم. هذا أحب، هذا أكره، هذا أريد، هذا لا أريد، هذا كذا. لا تجعل الناس تتخذ القرار معك. لهذا نجد نحن نكره بحسب ما نسمع ونحب بحسب ما نسمع لا بحسب ما نخالط. فهل أنت هكذا؟ سل نفسك، جرب أن تحب، جرب حتى من يكرهك، جرب أن تحب. الكراهية سريعة الانتشار، الحب بطيء. الحب فيه عزة نفس، الحب به عزة نفس، لا يمشي مسرعا، يمشي مختالا متكبرا، يمشي بثقة. الكراهية سريعة، تسرع وتدخل من قلب لقلب إلى قلب حتى تنتشر. أما الحب بطيء، يحتاج لسنوات حتى ينمو. الكراهية تنمو بسرعة، ما تحتاج سنوات. لهذا أنت لا تحب أحد بحسب كلام ولا تكره أحد بحسب الكلام. انظر لأفعاله. اجعل ميزان حبك ما ترى لا ما تسمع. ثم جرب الحب، نصيحة حتى مع ربك. كيف أجرب الحب مع ربي؟ قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول: ترى أنت تحبني قوي، أنت مؤمن؟ هي نعم أنا مؤمن يا شيخ. احلف، أقسم بالله مؤمن. إذن أنت تحب الله عز وجل كثيرا، قوي، أنت تحب ربك. شيخ إيه أحب ربي. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل فكرت بهذه الآية؟ أنت تحب الله، والذي يحب يرضى. أغناني أحبه، أفقرني أحبه، أعطاني أحبه، صيام أحبه، قيام أحبه، صلاة أحبه، أحبه. فلا أنت تحب؟ جرب أن تحب. حب نفسك، نصيحة، حب نفسك قبل أن تحب حتى الآخرين. نحن ربما أنت تحب كل من حولك إلا أنت. تجد إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لكن إذا أنت مرض قاومت. صح؟ إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لا تعال نخاف عليك، لكن لو أنت مرض قاومت ولا تريد أن تذهب للطبيب. حب نفسك.